اتصرف ازاي لو اكتشفت ان ابني فعلا بيلعب لعب جنسي زي اللي وضحته معاكم الحلقات اللي فاتت؟ خليني الاول اكد ان ابني لو كان في المرحله العمريه من 4 ل 8 سنين ففي الاغلب اللعب ده هيكون بدافع الاستكشاف المتبادل النابع من حب الفضول. فبالتالي اول حاجه واهم حاجه نعملها في الوقت ده الهدوء التام والتحكم في انفعالاتنا، لاننا هنحاول نتعامل بود مع الحسم. اول ما هتقعدي معاهم ببساطه وهدوء هتساليهم وتقولي لهم هم ليه بيلعبوا اللعب ده وما بيلعبوش بالعابهم. وهنا احنا بنحاول ناكد على اهم قاعده قلتها لكم في التربيه الجنسيه لاولادنا، ان مهم جدا تسالي ابنك هو عارف وفاهم قد ايه من المعلومات وقصده ايه قبل ما تبداي توضحي او تتكلمي انت. بعد ما تسمعي الاجابه منهم وتفهمي هم ليه بيلعبوا اللعب دوت من وجهه نظرهم، هنا هيجي دورك لو لقيتي لعبهم دوت نتيجه الفضول الجنسي الطبيعي فقط في مرحلتهم العمريه. هنا هتبداي تاكدي على مفهوم خصوصيه الجسد، فهتبداي توضحي لهم ان المناطق الخاصه عندنا حاجه غاليه وقيمه جدا محتاجين ان احنا دايما نحافظ عليها. وبعد كده هتقولي لهم انا عارفه ان انتوا ممكن تكونوا مهتمين بالاجسام ومهتمين تعرفوا هي مختلفه ومتشابهه في ايه، ولان ربنا هو اللي خلق اجسامنا فاكيد هي حاجه حلوه ورائعه ومخلوقه في احسن صوره. فربنا خلق حاجات في اجسامنا كلنا متشابهه وحاجات برضو مختلفه، بس الطريقه الوحيده اللي تعرفوا بيها الاختلافات دي انكم تسالوا ماما او بابا، لان ربنا ما خلقش اجسامنا رائعه بس، لا ده كمان ميزها بالخصوصيه. وعشان كده مش صح ان حد فينا يشوف جسم حد تاني. وربنا خلق برضو لكل عضو فينا وظيفة مفيدة، زي ما خلق الأنف عشان نشم بيها، وخلق الأذن عشان نسمع بيها، وخلق عينينا عشان نشوف بيها، والمناطق الخاصة عشان نعمل حمام. وبعد كده تحاولي تنهي الحوار وتقولي لهم دلوقتي ممكن تسألوني أي سؤال عايزين تعرفوه وأنا هجاوبكم عليه. وبعد كده تديهم مساحة إن هم يتكلموا. طبعا رد الفعل اللي أنا قلته لكم النهاردة ده لو كان تصرف أولادنا بدافع الفضول الجنسي الطبيعي في مرحلتهم العمرية. أما لو كانت دافع بسبب تحرش جنسي، هنا رد فعلك هيكون مختلف تماما عن الرد اللي أنا قلته النهاردة. وعشان كده هحاول الحلقة الجاية أعرف لكم الفرق ما بين اللعب كان بدافع الفضول ولا تحرش جنسي. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.